السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني المغاربة الأعزاء، تحياتي لكم من القلب دائما معكم. صراحة كاين واحد الموضوعين تقريبا أو ثلاثة غنتحدثوا فيهم، لهاد الموضوعين واقعيين وموضوعيين في نفس الوقت. هو أن وزير الداخلية المحترم قالوا قالوا في واحد الفيديو مدوي كاين جوج ديال الجهات اللي كدوز لهم الأموال وهمية. لو كنا في دولة تحترم نفسها لا حكم وزير الداخلية على هذه المسألة هذه، لأنه هو وسع القطاع ديال الجماعات على الولايات والجهات وهلم جرا. هذا كيبين لنا على أن بلادنا ما كتحترمش نفسها أمام الدول، وكاين بزاف ديال القوانين اللي ماضي عليهم الدولة ديالتنا، ومن بعد في واحد الفيديو غنجيبهم اون ديتاي وغادي نقراهم على المستمعين اللي ماضي عليهم ما كتطبقهمش الوطن ديالي. الجهة الثانية هو أنني مشيت لقلمين باش ندوز على مريض، الموظفين ما داخلينش حتى العشرة، تقريبا 10 وشوية، 10 أقل شي حاجة عاد دخلوا الموظفين، والناس من 8 الصباح ولا 8 ونص، من 8 الصباح هما تما، كم هائل ديال الناس. وهذوك الناس اللي غيسجلوا ما كاينينش في جهة قلمين موادنون. هاد الناس شكون المسؤول عليهم؟ وزير الصحة بوعيدة ديك رئيسة الجهة أو الوالي المحترم؟ إذا هنا كاين عندنا العبث. راه شفت عيا تحضي مع هاد المغاربة هادو، المغاربة يخرجوك من الجن. الناس ما كتحبش الوطن ديالها، اللي كيحب الوطن ديالو كيحب العمل ديالو. هذه من جهة. الجهة الثالثة اللي هي مهمة وعندي أنا وحاس بها وضراني بزاف، هو أن هاد الاحتقار اللي قاسني أنا من الوطن وقاسني من بعض مؤسسات الدولة، أنا صراحة بلا ما نذكر قاسني، إذن كنبين أن ربما خنت الوطن ديالي. صراحة غنبوح أنا بواحد الأسرار الآن أنني أنا خائن للوطن. نعم، خنت للوطن، وسأذكر الخيانة اللي خنت بها الوطن ديالي، أذكرها للمغاربة أمامكم، لأنني حسيت بالضرر، وهذاك الضرر كيدار غير الخونة. هذاك الاحتقار وهذاك اللامبالاة وهذاك التضييق وهذيك المسائل اللي أنا حاس بها كدار الخونة في الدول الأخرى، وأنا خائن فعلا صراحة. وغادي نقول لكم الخيانة ديالتي أشنا هي. خيانة الوطن ديالي، أنا خنت الوطن ديالي المغرب أنني مشيت للمسيرة الخضراء. نعم، هذه كيعتبروها الدولة كتعتبرها خيانة، أنني مشيت للمسيرة الخضراء وخنت الوطن ديالي. والخيانة الثانية أن الأب ديالي في وقت أنا في المسيرة الخضراء قتلوا الحبيب، هذاك اللي جا بوليزاريو أيوب الحبيب، قتلوه هو وثلاثة ديال صحابو. الخيانة الثانية، لو لقيت لي أنا كنت في المسيرة الخضراء خائن. أيوب الحبيب اللي جا سمارة اللي كان كيقتل في المغاربة، قتل الأب ديالي مع ثلاثة صحابو. الخيانة الثانية. والخيانة الثالثة هي أنا تجندت 10 سنوات ضد بوليزاريو، هذه كتسمى عاوتاني عند الدولة أنني خائن، لأنني منين كتضيع لي الحقوق ديالي وكتضيق عليا الدولة وداك الشيء اللي خصو يدار ما كيدارش، وكتعاملني كأنني خائن بهاد المسائل هذه اللي درت أنا للبلاد، أنا كنطلب العقوبة متشددة، أنا كنطلب الإعدام، كنطلب من الدولة أن تعدمني، لأنني أستحق الإعدام في هذا الوطن الذي ضحيت عليه. ولكن اعتبرتهم أنتم خيانة، فأنا أستحق الإعدام، وأنا مستعد لأن أعدم أمام المغاربة. السلام عليكم.